مساء الخير. خيرين. أبغى نقول لك إذا عندكم قش قديم ولا سوار ضمن ماذا بيك؟ والله ما تحشم. راجل كبير كما أنت يدير في كرنفال. هذا كرنفال هذا؟ هذه عادة سليمة يا أخي هذه. في كرنفالك وما قلتوا من كرنفال ليه؟ صافي دوك أنت تضيفوا شيء فوقي فينا احنا. هاي الناس كلها تعرف الدنيا ما شفتهاش أنت. شوف نبرتيك. زيد الدور هنا ما مشي على في رجليك. ولا شوف أنا من عينك نلحم لك أنا نجيب دمك. طول ولا نجيك؟ نجيك. هاي واحد. كما نقول نصرف به بزوج كبار بالك. سمعتني. لكن ما جيتش راجل كبير قول كلمة قد راسك. دروك خلينا سلبيش نتاعك دروك تشوف. خليني نخرج للبنزيف نركب لا دوك انا ندير عليه دعوة مش سميحة. اكثر من مرة. تسلخ وهذه لي. روح سيدي كما هونا الله يهون الناس. امين. والله كما راح. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، في حصتكم حصة تحولات. معكم في حلقة جديدة وحلقة أخرى. معنا اليوم الوزير الأول عبد الملك سلال في حصة تحولات. راح نسألوه على يعني القوانين تاع الانتخابات والحملة الانتخابية، كيف راح يكونون القوانين يعني مسيرة مع المترشحين الجدد. السلام عليكم، نشكرك ونشكر قاع المستمعين تاع قناة تحولات. احنا عندنا قانون واضح على كل حال، عندنا تصرف واضح مع يعني بعض القوانين اللي غادي نديروها كما ردينا حزب حمص غادي نردو حزب الديمقراطي حزب الكراطي، راك فاهم، لأنها نفس المبدأ تقريبا، فهمني. ما احنا نخرجوا ربي طاي ما كاش زعما يعني اللي قد تكون كاينه مساواة. يعني كيما احنا قلنا ما لازمش حزب، يعني ما لازمش حزب يكون على اساس ديني، لان ما لازمش حزب يستخدم الدين للوصول الى الكرسي. لازم ما يكونش تاني حزب على اساس ديمقراطي حتى ما يستخدمش الديمقراطية للوصول الى الكرسي، راك فاهم. يعني نفس الشيء هنا تقريبا. وتسيرا مع هذا السير هذا وهذا الصراط المستقيم، يعني حتى حزب العضلاتي راح نبدلوا له اسمه حزب المظلاتي، لأن ما يجوش حزب يكون اسمه حزب العضلاتي، لأن في الآخر راح يستخدم الرياضة يعني للوصول إلى الكرسي، وهذا لا يجوز ثاني. نفس الشيء تسيرا مع العدالة، الحزب المساواة بين المخلوقات، هذا الحزب غادي يعني نحوه تماما، لأن الحزب هذا أصلا مبني على فكرة يعني استعمال الحيوانات للوصول إلى الكرسي، ولهذا الحزب هذا راح يمنع، يا إما يبدل الإيديولوجية تاعه ويا إما يمنع منعا باتا. نفس الشيء غادي نستخدموه مع الأحزاب الثقافية أو الحزب الثقافي المشهور برئاسة يعني بوزبوجة. هذا الحزب هذا يعني لازم يرجع الحزب الكتافي ولا حاجة كما هاك، لأن ما يجوش يستعمل الثقافة للوصول إلى الكرسي، ممنوع. هذا الدستور يقولها كما هاك، ما كاش يعني. وتماشيا مع هذا القانون هذا والدستور الجزائري، يعني أي أحزاب فيها أي إشارة إلى منطقة معينة أو إلى عرق معين، هذه ممنوعة. حزب الشمال، حزب الجنوب، حزب الحمراء، وهادو أحزاب هادو قاع ممنوعة بنص الدستور. يعني راك فاهم، ما كاش يعني نقاش في هذه المسائل هذه، لأنها مسائل دستورية تمس بالسيادة الوطنية. حزب الاقتصادي تاني راح يرجعوا حزب يعني حزب القصائدي ولا، لأن يعني ما يجوش يدخل الاقتصاد للوصول إلى الكرسي، راك فاهم. اقتصاد ممنوع دخله في السياسة، هذه ثاني يعني داخله في البرنامج. أما يعني حزب الأخلاق الحميدة فهذا تاني يعني راح نمنعوه،
يعني إلا إذا رجعوا الاسم تاع حزب الحميدة، راك فاهم، حزب حميدة. إذا كان نرجعوا حزب حميدة ما عندناش معاه مشكل، لأن ما يجوش دخل الأخلاق مع الأخلاق يعني تستعملها للوصول للكرسي، هذا ما يجوز بنص الدستور. أما حزب الفساد فهذا ما عندنا معاه حتى مشكل، لأن الدستور يعني ما لم يتطرق إلى هذا الجانب من الأحزاب، أحزاب الفساد ولا أحزاب الرشوة، ما عندناش معاه مشكل كاع. يجوز اتخاذ يعني الفساد طريقة للوصول للكرسي، ما عندناش مشكل. ممكن انت يعني راك تتساءل ليش لماذا يعني حزب الفساد وحزب الرشوة يعني مباح تحمل حزب الفساد وحزب الرشوة، لأن هذه الأحزاب عندها برنامج واضح، راك فاهم، واضح وضوح الشمس. ما عندهاش برنامج يعني فيه الضباب ولا يعني الفساد يعني برنامج تاعه واضح، الرشوة برنامج واضح، فاهم. ولهذا يعني أنا صرحنا يعني بقبول مثل هذه الأحزاب. كما قلنا تاني، يعني تماشيا مع الدستور والقانون الدولي والسيادة الوطنية، أحزاب الفيزياء والرياضيات ممنوعة تاني منعا باتا، لأنه ما يجوش دخل العلم ما يجوش دخل العلم يعني وسيلة للوصول إلى الكرسي، راك فاهم، يعني بنص الدستور أما حزب الفقاقير فهذه المسألة هذه راه فيها روايتان. إذا كان حزب الفقاقير اللي يساند يعني العهدات الربابعية يسمح به الدستور، لأن القانون يقول هكذا. وإذا كان حزب الفقاقير اللي يعارض العهدات الربابعية فهذا يمنعه الدستور للأسف الشديد. بما يخص يعني نظام التربية والتعليم، راح نشطبوا يعني على اللغة والأدب والشعر، ويعني نمنعوها منعا باتا في المدارس تاعنا. غادي ندرسوا مباشرة يعني الفيزياء والرياضيات هكا، باش نكونوا يعني بعد سنة وسنتين في القمة، يعني نكونوا ننافسوا اليابان وتكون تمرست قريبة على لندن، راك فاهم. في مكان اللغات هذو اللي ما عندهمش فائدة، اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية، راح ندرسوا لغة الرياضيات والفيزياء. وهذا هو البرنامج تاعنا بصفة عامة. ونشكر للمستمعين شكرا. معنا الوزير الأول عبد الملك سلال. وإن كنت نشوف أن يعني القوانين هذه راهي منعت شريحة كبيرة من المواطنين، ولكن الدستور يعرف أحسن، يعني ما كاش واحد يعني فوق الدستور. ونشكركم أعزائنا المستمعين، وإلى المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم. السما الواسعة ذاقت من أحزاني، ونجومي غابت ما عادت ضوايا، في رمشة عين الصياد أذاني، صوب نحو الطلقة دوايا، ما تعب ما حوس على مكاني، سبت هلاكي كانت توشايا، دلوها على طريقي عدياني، من بكري يتمناه وأذايا، رصاصة صابت صدري بالعاني، صياد ماهر مأجور للغاية، حطوني في سوق للبيع بالفاني، مالي حق في الرفض والشيكاية، ساوم علي الأول والثاني، والثالث عجبه صوتي وغنايا، شرالي قفص مذهب وداني، يحسب نفسه هدالي